بقول لك اخو الدكتور ايمن علي كان مستشار المعزول، صح ولا غلط؟ صح. ودي حاجه تزعل؟ لا. طيب خلاص، هي معلومه بقولها لك. ماشي. او الناس اكيد في ناس عارفاها والناس ما تعرفش، فانا عايز اوثقها منك. صح؟ ما هو المشكله ان مفيش حد بيعرف يخبي حاجه عنك يعني. طب صح. صح. طيب اتفضل حضرتك. خالد محمود ده مساعد ايهاب علي. وله قصه. ايه بقى قصته؟ الاهلي وهو بيلاعب بليوبارد في دوري المجموعات. واخد بالك انت المباراه اللي كانت هناك. ليوبارد الكونغولي. الاخ خالد علي ده عمل مشكله مع الاوتيل. لان الاوتيل ما كانش فيه الجزيره مباشر. يا الفندق اللي كانوا فيه ما فيش الجزيره مباشر. كان بيطالب بالجزيره مباشر وعمل مشكله ولم يعلن عنها. طب ما خدهاش ليه معاه وهو رايح من هنا؟ ومعروفه. وعلى فكره الرحله دي حصل فيها مشكله مزدوجه. خالد محمود في الاوتيل، وابو تريكه لما سب معتز البرعي ضابط حراسه المطار القاهره. اللي هو في الشرطه العسكريه. لما قال له انتوا جايين تحمونا ولم يحاسب احد ابو تريكه. وفي مذكره في الشرطه العسكريه حتى الان ولم تفعل، والضابط صمم على كتابه مذكره رسميه، وكنت اول من ذكر اسم الضابط برقم السريه ورقم المذكره، معتز البرعي. انا بوجه سؤال دلوقتي للفريق السيسي، من اين ياتي العدل وانت لم تحقق في هذه الواقعه؟ فبتقول لي انا بوجه كلامي للفريق السيسي. وده كلام مهم وسؤال مشروع. لماذا العدل فين؟ هذا الضابط مين اللي يجيب له بس على فكره عشان ما حدش يفكر ان انا في موقف مع ابو تريكه. استبدل محمد ابو تريكه باي حد على باب الله من اللعيبه، كان هيروح فين؟ يروح فين؟ قول انت بقى يا استاذ. فين بقى العدل اللي انت بتتكلم عليه؟ وبتقول لي مساعد الطبيب كان عايز الجزيره مباشر. خالد محمود عايز الجزيره مباشر. عايز الجزيره مباشر يستمتع بقى الاخبار، يعني يتابع الاخبار. يتابع الاخبار لان هو ما فيش حد بيشوف غير الجزيره المباشر بس. ما عدا بيقول لك تم فصل اخو صفوت حجازي بعد ما اتقبض على صفوت. هل تم فصله فعلا؟ ما عنديش معلومه. يطلع النادي الاهلي ويقول ده رسمي. بيقولوا لي دلوقتي انه تم فصله بعد القبض على صفوت حجازي. لو كان الاهلي عمل الحكايه دي ما اعرفش هل عملوها ولا لا، حد يبقى يقول لنا يا جماعه. خلي بالك ممكن تكون قله اصل. طب ما الراجل ليه يعني بعد ما اتقبض عليه، يعني ليه بعد ما اتقبض عليه؟ طب ما اصل برضه انا بتكلم في عدل ومعايير. يصلح او لا يصلح. اثر في نشأك وقال لهم ابقوا كده حاسبوا. ما اثرش لا تحاسبوا على فكره. لا ما اكيد النشء ده مش جاي من البيت يعمل كده يعني اكيد مش جاي من بيوتهم شايفين اهاليهم طول النهار والليل رافعين صوابعهم. يعني عايز اقول لك على حاجه، لما انت بتتكلم عن محمد رمضان اعلن هويته الاخوانيه ومجد قلبه. طب كملي القائمه لان انا عايز استمتع بالقائمه. حاجه وهذه خشبه، هل تستطيع ان تقلل من اخلاقيات هؤلاء؟ لا والا تحترمهم. ما هو ده على فكره عشان نتفق، نحن لا نحاسب فكر في الكوره وانما نحاسب فعل. انت رصدت فعل في قطاع الناشئين ده، يبقى عليك ان تعيد حساباتك في مدربينك. لان انا النهارده مش جاي ابقى مقصله على كل من هو متدين. نعم يعني الدين بعيد عن الموضوع بقى بالظبط. بس قد نكون احنا متدينين اكتر على فكره. الموضوع ملوش علاقه الدين بالاخوان انا اصلا. متفق معاك بس عشان لا نتقول كلام وكل يفسر على هواه. نعم. واخد بال حضرتك؟ كمل القائمه لو سمحت. الكابتن مجدي طلبه، الكابتن محمد رمضان، الكابتن مختار. قول لي كل واحد بس بيعمل ايه؟ يعني دوره ايه في لا سابقين. الكابتن مجدي طلبه كان كابتن مجدي طلبه كان ماسك التسويق بسم الله ما شاء الله على التسويق. في عهد مجدي طلبه. والكابتن محمد رمضان والكابتن مختار والكابتن عماد النحاس. واخد بالك انت؟ تعال بقى للعيبه. لما قلت احمد عبد الظاهر مع الاستاذ وائل الابراشي خرجت علي يعني السنه الكره الارضيه. منذ ايه ده؟ ايام بعد فضل اعتصام رابعه. النهارده محمد ابو تريكه واحمد عبد الظاهر اثبت اللي احنا قلناه من زمان. المتعاطفين في مجموعه برضه متعاطفه. اشهرهم شريف عبد الفضيل واحمد فتحي وسيد، ده متعاطف. والمتعاطف اقل درجه من المنتمي وفي الطريق للانتماء. يبقى انت تحط لوائح، ولذلك أنا لابد أن يكون هناك معايير حتى لا نقعد نسترسل ونتكلم كلام كده ما أنزل الله به من سلطان. يا أخي أنا بناشد الكابتن طاهر أبو زيد على الهواء مباشرة من عندك يا أستاذ أحمد. في اقتراح قدمه زميلنا الإعلامي طارق عبد الشكور، يا ريت ينظر فيه أن يكون هناك بند في اللائحة الجديدة اللي وضعها الكابتن طاهر أبو زيد بتقول وتجرم اي فعل من شأنه سياسي او غير سياسي او ديني او عسكري في الملاعب المصريه.